محمد صلاح قال في تصريح ليه من شوية إنه ضحى بشبابه علشان كرة القدم، وبصراحة أنا مختلف مع الكلمة دي شوية. صلاح تعب جدا واتمرن سنين واستحمل ضغط نفسي رهيب، وسافر وهو صغير، ويمكن فاتته حاجات كتير في حياته الطبيعية بتاعت أي شاب فيه، ولكن في النهاية هو كان بيعمل الحاجة اللي بيحبها وكان بيشتغل هوايته، كان بيجري ورا حلم هو اختاره بنفسه، محدش أجبره عليه. والحلم ده خلاه واحد من أعظم لاعبي العالم، واداله شهرة واداله فلوس واداله ثروة ناس كتير بتحلم بجزء صغير منها. بس في النهاية كان بيعمل الحاجة اللي بيحبها، كان بيجري ورا حلم هو اختاره بنفسه، والحلم ده خلاه واحد من أعظم لاعبي العالم، واداله شهرة ونجاح وثروة يمكن ناس كتير بتحلم بجزء صغير منها. عشان كده أنا شايف إن اللي عمله صلاح مش تضحية بالمعنى اللي الناس فاكراه، أنا شايفه تمن نجاح. كل نجاح كبير وليه تمن، وصلاح دفع تمن كبير، ولكن في المقابل هو أخد تمن المقابل اللي هو دفعه ده مقابل كبير جدا جدا جدا. بس دي وجهة نظري، انت شايف ايه؟ هل محمد صلاح فعلا ضحى بشبابه، ولا كان بيدفع تمن حلم اختار يعيشه بنفسه؟ مستني رأيك في الكومنتات.